من هو بلال الخنوس؟ وكيف استطاع إقناع مدرب المنتخب الوطني المغربي رغم صغر سنه؟ تمكن لاعب المنتخب الجديد من لفت أنظار وسائل الإعلام البلجيكية بسبب تألقه الملفت للأنظار رفقة فريقه البلجيكي جينك، إذ منذ انضمامه للفريق الأول وهو يقدم مستويات عالية جعلته يصبح أحد ركائز فريقه الحالي، وأصبح أصغر لاعب بالدوري البلجيكي يلعب كأساسي، إذ لا يملك الأخير سوى 18 سنة فقط. اختياره اللعب للمغرب عوض منتخب بلجيكا. كان المغربي بلال قد أكد خلال تصريحات إعلامية اختياره اللعب لأسود الأطلس عوض منتخب بلجيكا، وأكد أن سبب ذلك يرجع لمحيطه، إذ ترعرع في حب المغرب منذ الصغر، حيث قال: لقد استمعت إلى قلبي وقمت باختيار بلادي الأم. لوالدي ووالدتي الفضل في هذا الاختيار، أنا سعيد باختيار اللعب لصالح المغرب، أعتقد أنه اختيار صائب وأتنبأ بمستقبل جيد لي رفقة الأسود، ولو حظيت بفرصة أخرى للاختيار سوف أحمل قميص المنتخب المغربي، إنه أمر محسوم وأنا جد مقتنع بما فعلت. ارتفاع قيمته التسويقية. حقق اللاعب الشاب بلال نظير أدائه المتميز رفقة جينك البلجيكي أعلى صعود في القيمة التسويقية حول العالم، إذ ارتفعت قيمته التسويقية من 600 ألف إلى 3.5 مليون يورو، وبات الأخير أكثر لاعب مطلوب بالدوري البلجيكي، إذ توصل فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدة عروض، لكن إدارة جينك لم تسمح له بالمغادرة، أملا في استمرار قيمته التسويقية في الارتفاع، مما سيعود بالنفع على فريقه الحالي ماديا، خصوصا وأن بلال يخوض موسمه الأول رفقة فريقه الحالي. مميزات بلال الخنوس وكيف يمكن له مساعدة الأسود. يعد بلال ضابط إيقاع في وسط الميدان، يمتلك دقة عالية عند امتلاك الكرة، مكنه ذلك من تقديم عدة تمريرات حاسمة رفقة فريقه جينك البلجيكي، وشارك في عدة أهداف للفريق. يملك بلال روح المجموعة، حيث أبدى إعجابه بطريقة لعب زياش وبوفال، ويعد هذين الأخيرين من الركائز التي يعول عليها الركراكي مدرب المنتخب الوطني في المونديال، تعبيره عن حب المغرب وشغفه بحمل قميص الأسود، إضافة إلى بروز موهبته بسرعة في الدوري البلجيكي، عوامل جعلت الركراكي يستقر على اسم بلال في اللائحة النهائية للمونديال. هل كان اختيار الخنوس رغم صغر سن أمرا صائبا؟ هل كان هنالك من يستحق التواجد في مكانه؟ آراءكم وتعليقاتكم تهمنا.